هستخدم بواقي خيوط من خيط اليس ديفا بلس. هعمل بقى عقدة البداية. طبعا الابرة هتكون، لو ابرة ستانلس زي دي هتكون رقمها 1، او تقدري تستخدمي ابرة رقم 3 من الابر الملونة اهو. دي عقدة البداية. اقربها لكم تاني اكتر. بالخيط ده انا هشتغل 60 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 لحد ما اوصل للعدد المطلوب. بعد ما اشتغلت 60 سلسلة يا بنات هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهاجي في الغرزة الرابعة اللي هي تحت ضفري وهاخد لفة وهشتغل فيها. هشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها عمود. دخلت وسحبت خيط، هسحب خيط كمان مرة واطلع من حلقتين، وهسحب خيط تاني وهطلع من الحلقتين الاخرانيين. هاخد لفة وفي الحلقة اللي بعدها وهرجع اشتغل عمود بنفس الطريقة. كمان مرة لفة، الغرزة اللي بعدها هدخل اسحب خيط معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين وكمان من حلقتين لحد ما نخلص السطر كله. الغرزة الأخيرة يا بنات بعد كده هرتفع 1 2 3 سلاسل كمان بمثابة العمود الأولاني في السطر التاني. بعد ما عملت ال3 سلاسل الارتفاع للسطر الجديد كأنهم عمود معانا، بعد كده هشتغل عمود في الحلقات دي. اول فراغ تحت العمود او تحت ال3 سلاسل اللي انا اشتغلتهم مش بشتغل فيه خالص، هروح للفراغ اللي بعده وهشتغل فيه، واللي بعده برضو الفراغ اللي بعده هدخل وهشتغل عمود لنهاية السطر بنفس الطريقة. في كل فراغ هدخل فيه وهشتغل عمود لحد ما اخلص السطر. اخر غرزتين معايا يا بنات. طيب بصوا كده المنظر ده ممكن نتلخبط فيه ونشتغل غرزة واحدة اللي هو كده اهو الفراغ العادي بتاعنا، وبعدها الطبيعي ممكن اغلب البنات المبتدئات لسه هيشتغلوا 3 سلاسل ارتفاع ويلفوا وهكذا هيكملوا شغل. ولكن هنا ال3 سلاسل ارتفاع بتوع السطر الاولاني هاخد لفة وهاجي في اللوب اللي في النص بتاع الغرزة التانية اهو اللوب اللي في النص وهشتغل فيه عمود. طيب بعد كده 3 سلاسل ارتفاع والف الشغل بتاعي واكمل الشغل بنفس الطريقه. الفراغ الاولاني مليش دعوه بيه، بروح للفراغ التاني وبشتغل عواميد. وهوريكم برضو هننهي السطر ده ازاي مع بعض. وبعدها انا هرتفع القطعه بتاعتي بالطول اللي هيناسبني. نهايه السطر يا بنات هشتغل الفراغ الاخير، بعد كده هيقابلني ال3 سلاسل الارتفاع، هاجي من تحت 1 2 هشتغل في السلسلة التانية وهعمل العمود، وهتكملوا بنفس الطريقة. الشغل بتاعكم هيطلع مستقيم ومظبوط. هرتفع وهقول لكم انا هوقف عند كام سطر ارتفاع وهرجع لكم. كده يا بنات انا ارتفعت 8 سطور. 8 سطور تمام. نركز
طبعا انا بدأت بستين بستين سلسلة من خيط أليس ديفا بلس بالمزورة او شريط القياس. هقيسها لكم عشان تشوفوا. هي هتطلع معاكم من 28 29 بالتقريب، 28 29 سنتي بالتقريب. تمام، علشان خاطر بس لو اشتغلتوا بخيط تاني مختلف تبقوا عارفين هتشتغلوا كام سنتي. الخطوة اللي بعد كده طبعا انا اشتغلت 60، يعني معايا 20 20 20. هاجي في ال20 اللي هي الاخرانية مش هقص الخيط يا بنات. ليه؟ هشتغل كمان 5 سطور في القطعة دي فقط. يعني هاجي عند الماركر وهرجع الف، عند الماركر وهرجع الف. تمام، تتأكدي من الغرز بتاعتك مظبوطة. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 اللي فيها الماركر. هرحل واحدة عشان اشتغل براحتي كده. 20 لوحده. تمام، هكرر بقى. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهرجع اكرر الشغل بتاعي عادي خالص لحد ما اشتغل 5 سطور بنفس الطريقة. تمام، هخلص وارجع لكم. بعد ما خلصت خلاص ال5 سطور برضو مش هقص الخيط. هعمل ايه؟ هتني كده ولو عايزين نحط الماركر عشان نبقى عارفين احنا هنبقى شغالين ازاي، هنيجي كده اهو هنعد من تحت الغرز بتاعتنا. بصوا انا حطيت ماركر من تحت زي ما في ماركر من فوق، ال20 غرزة هنا وال20 غرزة هنا. بصوا كده، لو انتوا عايزين تحطوا الماركرين يعني بصوا تمسكوا الطرفين تحطوهم في الماركر. بعد كده يا بنات هبدأ اني اشتغل غرز حشو من على الاطراف، وهحاول ان انا امسك الجزء ده معايا بالغرز بتاعته اللي من جوه. تمام، اللي هي دي هحاول وانا شغالة هلقط الحلقات دي. هرتفع سلسلة وهاجي في العواميد هشتغل في الفراغ بتاع العواميد اهو، هشتغل 2 غرزة حشو في كل فراغ. العمود الاخير هشتغل فيه برضو 2 غرزة حشو. وهنا بقى هبدأ اني هعمل كأني بخيط. انتوا فاهمين؟ هتعمل كأني بخيط بالظبط القطعة بتاعتي. هشتغل وهتأكد او احاول ان انا اخد بالنظر كده الغرزة الاولانية معايا اهو. واشتغل حشو.
هو الجنب ده بس هو اللي هيكون مزعج شوية، انما الجنب التاني ان شاء الله يكون سهل في شغله، لان مفيش حاجة متدارية جوه. لما تلاحظوا ان انتوا مش لاقطين خيط هتلقطوا كده الخيط وترجعوا تاني تخرجوا من نفس المكان وتشتغلوا غرزة حشو. هكمل انا لنهاية الجزء ده وهقفل معاكم باقي الاجزاء. هاجي بقى اشيل الماركر اللي في الزاوية يا بنات علشان خاطر اعرف اشتغل اخر غرزة. طبعا بما اني قلت زاوية يعني هنشتغل فيها على الاقل 3 غرز حشو، ونتأكد ان احنا واخدين معانا الغرزة. تمام، هكرر غرزتين كمان. نطول بالنا شوية لان الخيط ده بيبقى فيه طبعا كذا لفة. اتنين، تلاتة. هبدأ بقى ألقط ده الغرز اللي تحت، غرزة كل 3 غرز قصاد بعض هلقطهم مع بعض بالتقريب. بالشكل ده كده، وهشتغل برضو غرزة حشو. تمام، هنلقط كل غرزة قصاد التانية وهنشتغل حشو لنهاية الجزء ده. هنيجي في اخر غرزة وهنشتغل فيها برضو 3 غرز، 3 غرز حشو. هنا بقى الجزء اللي هيكون مختلف شوية عن الناحية دي. الناحية دي كانت مزعجة الى حد ما يعني، بس تمام عملناها برضو. تاخدي بالك ان زي ما في ماركر الناحية دي بيوريني فين بداية الشغل ونهايته اللي انا هقفل فيها، كمان هتحطي ماركر الناحية دي. تقدري تشيلي ده خلاص كده مش محتاجين. خدي بقى وهنرجع نشتغل مع بعض. حشو طبعا سهلة، احنا بناخد كده بندخل كده والطرف الاخير مع بعض حشو. بعد ما خلصت الحدود المطلوبة هشيل الماركر ده وهكمل لنهاية السطر زي ما بدأنا من هنا. الخيط ده انا هنضفه في الاخر طبعا.
بعد كده هقص الخيط يا بنات علشان خاطر هدخل لون جديد الجزء اللي احنا هنزين بيه القطعه بتاعتنا. بعد ما قصيت الخيط هرتفع السلسله كده وهشد، وده الخيط ده انا هنضفه زي ما قلت لكم. شكل القطعه من جوه هيكون بجيبين بالشكل ده. طبعا بعد حيرة شديدة اختارها مع اللون اللافندر، اخترت اللون البستاج الاخضر ده الفاتح خالص الباستل، وهكمل بيه شغل. ولكن هغير مقاس الابرة، او ممكن ان انا دلوقتي اشتغل بيه واشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. لو تمام هكمل بيها، لو مش تمام هغيرها. هحاول ان هي الغرزة تكون واسعة اوريدي يعني. هنعمل برضو غرز حشو في كل غرزة هتقابلنا. حاسة الابرة تمام بيه فهكمل شغل. هنقعد في كل غرزة نشتغل غرزة حشو. الكاميرا فصلت للأسف في الجزء بتاع غرزة المروحة، جابت لحد بس ما عملت معاكم السطر بتاع غرزة الحشو. فأنا هشرح لكم الغرزة هنا على الخيط. بعد ما اشتغلنا اخر غرزة في غرز الحشو، طبعا هنلف الشغل بتاعنا، هنرتفع سلسلة وهنيجي في تاني سلسلة على طول وهنشتغل غرزة حشو، والغرزة التانية حشو. الغرزة التالتة هشتغل فيها 4 عواميد. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي جاية حشو، الغرزة اللي بعدها برضو حشو. بصوا ادتني شكل المروحة. الغرزة اللي بعدها برضو هشتغل 4 عواميد، يعني 2 حشو، يعني الغرزة الأولى حشو، التانية حشو، التالتة 4 عواميد، والرابعة حشو، والخامسة حشو. بعد كده آخر غرزتين بنعملهم حشو. معلش لو الخيط غامق شوية، بس هي سهلة يعني انتوا تفهموها. وفي الآخر بنرتفع السلسلة وبنقص الخيط. تمام، هيديني نفس الشكل اللي هو ده الحلقات دي. عايزين تخلوها غرزة واحدة بس حشو من الأطراف، يعني غرزة واحدة حشو، وبعد كده الغرزة اللي بعدها تعملوا ال4 عواميد، بعد كده حشو حشو 4 عواميد حشو حشو للنهاية، علشان مثلا ما تسيبش معاكم فراغ. انا كانت سايبه شويه فراغ، بس لما شديت الخيط بقت متساويه، بقت مع نفس الخط. تمام، دي بس الحاجه اللي ما كانتش واضحه وحبيت اوضحها لكم. الغرزه الاخيره بعد ما اشتغلت 4 عواميد، الغرزه اللي بعدها هشتغل غرزه حشو، وهنا كمان هشتغل غرزه حشو. هرتفع سلسله وهقص الخيط وهشده كويس. دلوقتي هنعمل مع بعض الفيونكة. للفيونكة اشتغلت 35 سلسلة يا بنات، وهقفل في اول سلسلة عملتها بمنزلقة. بدخل كده في الحلقة، معايا حلقتين اهم، بطلع بالخيط منهم هما الاتنين، وبعد كده برتفع 3 سلاسل
وهشتغل في كل عمود سوري، هشتغل في كل سلسلة عمود. هخلص انا وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. اشتغلت اخر عمود وهاجي هنا 1 2 3 وهقفل رقم 3 من سلاسل الارتفاع اللي احنا عملناها السطر اللي فات، وهكرر كمان سطر فوق كل عمود عمود برضو هخلصه وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم. اخر غرزة برضو هقفل في رقم 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة وهرتفع سلسلة وهقص خيط. تقدري تزودي عرض تاني عن كده لو انتي حابة، بس انا هكتفي بالعرض ده. قصيت الزيادات بتاعه الخيط ولزقتها بالشمع زي ما انتم شايفين، وبالمنتصف كده هنجيب نفس اللون كده بتاع القطعه اللي احنا عملناها او المحفظه اللي انتوا عايزينها، اللي انتوا عايزين تسموه. بعد كده هجيب القطعه بتاعتي واتاكد كده من شكلها الاول ان هي مظبوطه على اللزق، مش هحطها وارجع اندم. تمام كده انا هلزقها هنا. وبالابره بخليها بالشكل ده لان انا عايزه الفيونكه منفوخه. تمام. الناحيه التانيه بنفس الطريقه هحط شمع وبرده بالابره هتبقى معايا بالشكل ده. زي ما قلت لكم، حابين تعرضوا الفيونكه اكتر من كده عرضوها براحتكم، لكم حريه الاختيار. اخر حاجه هنلزقها مع بعض هي السكotش. هنفتحه كده، بعد كده نرجع تاني نركبه بس مش هنضغط عليه. والجزء الناعم بصوا هما جزئين، ده خشن وده ناعم عامل زي الاسبونج كده. الناعم ده اللي هيكون فوق. تمام. بعد كده هداري الخيوط بالشكل ده تحت الغرز. وعلشان نضمن ان الخيط ده مش هيفك مننا في الاخر يا بنات، هنلزقه بس بنقطه صغنونه من الشمع. وممكن تكتفوا على كده، ولكن زي ما قلت لكم انا هلزقه بنقطه صغنونه. بصوا هتمشوا كانكم يعني بتمشوا كده طرف المسدس عليه. ارجعوا بس كده، خلاص. هتستنوا تنشف، ما تقفلوش المحفظه دي على طول علشان لسه فيها شمع. حبيبي اقعد. خلاص هي كده نشفت. ده شكلها كيوت قوي. طبعا ده خيط البدايه، انا هبقى انضفه برضو ملناش دعوه بيه. بقت 3 جيوب. وطبعا تقدري تزودي سوري بجيبين. كل ما بتزودي الطبقات كل ما هيزيد معاكي جيوب. انتي فهمتي؟ في طبعا عندنا ستراس ولولي والحاجات دي، بس انا شايفه ان هي مش محتاجه بهرجه اكتر من كده. يعني شايفاها ان هي كده رقيقه. قولوا لي يعني
انتوا شايفين ان انا ازود هنا مثلا فصوص او على الفيونكة ولا لا؟ انا شايف ان هي مش محتاجة بصراحة. ولو حد نفذها يا ريت يبعت لي على انستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. تمام. ودي كده كانت نهاية الفيديو، يا رب يكون الشرح كان واضح وسهل، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.